ولهم مصالحهم، لهم مسائلهم حقيقة. ثم انقسمنا بين ثلاثة مكونات: شمال، وسط، جنوب. ولكل من هذه التسميات الجغرافية أو التوصيفات الجغرافية تتبعها توصيفات أخرى مذهبية وطائفية وأثنية، وعلى ذلك بدأت كثير من الانشقاقات. نحتاج إلى ترميم ما يمكن ترميمه من خلالكم أستاذ أنور، من خلال البغدادية. إن كنتم تريدون أن تسمعوا رسالتي أنا كممثل لأبناء مدينتي الناصرية في مجلس النواب، هي رسالتي توحيد الجهود، توحيد الصفوف، إلى أن نصل لحل المشاكل. إذا لم نصل لها فأنت تسمع منا في كل يوم هنالك رأي، والرأي الأقرب أصبح الآن هو تشكيل حكومة الأغلبية، ليكون انسجام حقيقي في مجلس النواب ينسجم مع الأداء الحكومي لتمرير القوانين وتشريعها وإخراج العراق من الأزمة، لنقف موحدين أمام أزمات أخرى، سيما ونحن نعيش في محيط إقليمي ودولي مملوء بالتكهنات الكبيرة وكأننا نجلس على برميل بارود. طيب، يعني سي عبد الخضر، لربما التساؤل عن طبيعة استمرار الأزمة هي ما هي الأزمة؟ يعني بصراحة هي شنو المشكلة؟ يعني السياسيين مختلفين على شنو؟ يعني شنو الموضوع بصراحة مخلي الكتل كتلة مختلفة وهي كتلة، كأنه أكو شيء بعيد عن الإعلام. نعم. وما حد يعرف به. ممكن نسمع منك؟ نعم ممكن جدا، ولكن نكون موضوعيين. نتفق أولا جميعا بأننا ورثنا عملية سياسية منذ العام 2003، عملية خاطئة بنيت على أساس خاطئ لعراق جديد بعيد عن البناء المؤسساتي. هذا أولا. جاء الذين أزالوا النظام الدكتاتوري البائد ودخلنا في جو جديد من الديمقراطية، وأسماها البعض الفوضى الخلاقة، ودخلنا في موضوع الفوضى الخلاقة، وتشكل لدينا مجلس حكم ثم كابينات وزارية متعاقبة، 3 رؤساء للوزارة ومجالس مجلسي نواب وجمعية وطنية وغير ذلك، وكلها بنيت شيء يكمل شيء بأخطاء وببناء غير متجانس بحقيقته لنخرج. إذن الموضوع لا نحمل شخص بعينه هذا الخطأ، لكن لنخرج من الموضوع نقول ورثنا هذا الوضع ما بعد 2003 في ظل الفوضى الخلاقة والخراب وغير ذلك، والديمقراطية المفتوحة الأبواب بدون ضوابط، وعدم وجود تشريعات قانونية حقيقية. ثم بدأ تتمحور الجهات، وطبعا تمحورت ابتداء منذ مجلس الحكم ومنذ أن جاء مع قوات المحررة أو المحتلة للعراق، وقسمت العراق أن يكون على هذا التوصيف طائفي وقومي، شيعة، سنة، أكراد وغير ذلك. ثم بدأ هذا الانقسام يكبر ويكبر. منطقة وسطى من العراق اختارت أن لا تشارك في الانتخابات، أو أحد المكونات العراقية اختار أن لا يشترك بالعملية السياسية، وأن يرى في المقاومة ورفع السلاح وسيلة لتغيير الوضع، ولم يتغير الوضع. فتبدلت الماكنة من جديد وتبدلت اللعبة من جديد لننسجم. هذا الموضوع بعد أن خسرنا وقت مهم جدا، وهو البناء الأول منذ عام 2003 إلى وما بعد بعدة سنوات، إلى أن انخرط الجميع. فقط الأخوة الكرد الذين قرروا قرارهم وعرفوا كيف يقفون موحدين أزاء ما يطالبون من مصالحهم ومن مناطقهم، وهم لهم حق في المطالبة لأنهم شركاء في الوطن وأبناء هذا الوطن. طيب. إذن بقيت المسائل بهذا الشكل تتفاقم، وبقية الأحزاب تتشكل على هذا الأساس، وبقية المكونات على هذا الأساس. ماذا نحتاج وكيف نخرج من هذا النفق المظلم؟ يا سيد عبد الخضر، المواطن اللي يشعر يجب أن نسأل كثير من الخبراء، المواطن اللي يشعر بأنه المشكلة لا هي مشكلة المواطن، شعور المواطن. ما احنا يوميا إحدى القنوات الفضائية العراقية، احنا شنو؟ البغدادية يوميا تنقل لك رأي الناس، البغدادية والناس يوميا تشوفها بالأخبار. رأي المواطن ان هي مشكلة مصالح، لا هي مشكلة شلون جاء مجلس الحكم وشلون دخلت أمريكا وشلون تكونت الكتل. هي مشكلة مصالح. يعني خلينا نعرف، يعني هي القسمة على شنو؟ يعني مشكلة شنو؟ استثمارات مستقبلية، ولا أموال العراق والميزانيات، ولا هاي إلي وهاي إلك؟
احجوها بصراحة قدام الرأي العام العراقي، خلي العراقي يقتنع. ولربما إذا قلتوا احنا نريد ناخذ الحصص حتى نخدم العراقي، لربما العراقي كل واحد بمحافظته يأيدكم، لكن اللي يشوف المواطن إنه لا خدمات أكو، لا عمران أكو، لا بناية بنت، لا مستشفى انفتحت، لا جسر انوضع على نهر دجلة، وأصلا نهر دجلة ما بها مي، والمدارس المدارس كرفانات وخيم، والألعاب يلعبون ألعاب ورثناها من العثمانيين، ألعاب ورثناها من العثمانيين. طلعنا قبل شوية واحنا خجلانين، أنا خجلان من طلعتها، أنا كعراقي خجلان أبناء بلدي وبنات بلدي يلعبون على ألعاب صار عمرها 100 سنة. بالله عليك أنا من أقول لك بالله عليك نعم أحطك قدام قسم الله، لأن أنتم كلكم قسمتوا لله قبل ما تقسمون للمواطن. صح ولا غلط أستاذ عبد الخضر؟ مضبوط علي أستاذ أنور، احنا اتفقنا أن لا نختلف، كل ما ذكرته صحيح ولا نستطيع أن ندافع أو نقول عكس ما هذا اللي نعيش على ركام وخراب، بلد مدمر وخرب، وكل ما فيه يحتاج إلى إصلاح. لكن سألتني منذ البدايات الأولى كما يقول الصينيون لا تترك بيتك مفتوح لكي لا تعلم الشريف على السرقة. نعم. منذ البدايات الأولى فتحت جميع الأبواب وقسمت العراق وكأنه تركة بين هذه الجهة وبين تلك، واستقوت جهات ومافيات وميليشيات وغير ذلك، وتحول الحكم فيه تارة إلى حكم قبلي وتارة لمنطق القوة وعشائري، ثم بدأنا ببناء شيء فشيء تبنى مرتكزات الدولة، ولكن كل ذلك البناء حقيقة وإلى الآن لم نصل ولم يصل العراق إلى البناء الحقيقي، بناء المؤسسات، بناء التشريعات. وهنا أذب اللوم حقيقة وارمي به كثيرا في ساحة مجلس النواب، لأنه ما لم تكن قوانين وتشريعات محددة، لأنه لم نعيش الآن في عهد القرارات. طيب يصدر القائد والحل ايش مطلوب للمواطن مرسوما ويصدر قرارا، بل يجب أن تكون هناك تشريعات وقوانين. يا سيدي وأخي العزيز أستاذ أنور، الموضوع في العراق هو ليس فقط بيع نفط وتوزيع رواتب وينتهي الوضع. الانغلاق الكبير على العالم هو سبب المأساة الكبرى. العراق الآن يعيش وكأنه منغلق على الكون، لا تجد يعني يوما ما كان أبناء البصرة في سوق الهنود يتحدثون، كل منهم يتحدث 4 و5 لغات. طيب. ولدينا هنا في محافظة ذي قار حارس في المتحف في أور يتحدث عدة لغات، وكان في وقتها صديقا لأجاثا كريستي. طيب هذا الانفتاح العالمي لابد أن يخلق جوا إنسانيا استثماريا. الآن بس أنا والله بس لو تسمح ماذا تفعل أزاء انغلاق كبير وأزاء فوضى كبيرة في الدرجات الوظيفية وفي التوظيف، والعراق فيه يمكن أكبر عدد من الموظفين إذا ما قرنا بأي دولة بحجمه أو أكثر من حجمه بكثير، تضاعف وترهل الوضع. ونعم السياسيون مسؤولون عن هذا الوضع مسؤولية كبرى. أنا والله كيف يكون التصحيح؟ شيئا فشيئا وعبرة شيئا فشيئا. أنا وياك بس اليوم اللي قبل ساعة ونص صار الانفجار، الأم المكلومة بابنها اللي انقتل بهاي الانفجارات هسه مدينة الصدر، والصبح بطوز خرماته وببغداد. هاي راح تقتنع بالكلام اللي نقول احنا كأهل سياسة؟ راح تقتنع انه ابنها اللي انقتل ليش ما انحمى؟ ليش احنا بالعيد يقتل من عندنا وصار لنا 9 سنين وما لقينا حال؟ يا عمي هم عندنا خطط امنيه والله العظيم لو نريد ندرسها يفترض هسه يدرس اللي يدرسها يفترض ياخذ بها ماجستير ودكتوراه. وانا ادعو الى انه طلبه الجامعات يدرسون الماجستير والدكتوراه عن فاعليه الخطط الامنيه بالعراق. هذا كلامنا راح يقنع؟ الام اللي ما تلقى دول ابنها الصغير راح تقتنع بكلامنا انه عليها انه تنتظر شويه نتعود على الجو السياسي؟ ما يعني حدث العاقل بما يعقل يا استاذ. يعني اولا اخي العزيز استاذ انور. نعم. ربما سنخرج قليلا عن الهدوء. الام الثكلى بابنها، وكل احنا مشاريع للموت ولا تدري في اي لحظه، وكل اللي يحدث في العراق، وقلت هذا الخطر الكبير. لماذا ما نسأل عن الخطر من أين يأتينا ومن هو العدو رقم 1 ومن هو العدو رقم 2؟
لكي ناخذ عدتنا ونتحضر لهذا العدو، العدو المجهول، العدو لا تعرف هل هم أعداء للإنسانية، أعداء للديمقراطية، أعداء للوجود. الإرهاب قضية دولية كبرى أخي العزيز، كنت تتجول في مطارات العالم ومدنها دون أن تحتاج إلى التفتيش الكبير وإلى غيرها من الإجراءات الكبيرة العظيمة. الآن أصبح السفر مزعج بكل الكرة الأرضية بسبب الإرهاب العالمي. العراق حقيقة جزء من هذا وتحمل وزر كبير وهو هجمة إرهابية ضخمة كبيرة. كيف نعالج الوضع وكيف يصبح الوضع في الديوانية والناصرية بنفس الاستقرار الموجود الآن في أربيل والسليمانية؟ أعتقد وأعطيك الوصفة ولديك أنت وصفة وكل منا لديه، لكن ربما تكون كل وصفاتنا خاطئة ما لم يكن هنالك وصفات حقيقية وفيها جهد وطني وجهد دولي وجهد إقليمي يشترك الجميع في صنع منظومة للخلاص من شر هذا الإرهاب. يأتيك أحدهم ويريد أن يفجر نفسه أمامك وهو مستعد أن يموت لكي يذهب أنا لا أدري إلى اقتناص الحوريات هناك. ماذا تفعل وكيف الحل؟ كثير من الدول الآن المهددة بالإرهاب بدأت تصنع موانع ومطبات لتعرقل وصول الإرهابيين. نحن في العراق أولا غير موحدين بما فيه الكفاية لتوحيد الكلمة، غير موحدين في خطابنا السياسي الحقيقي الذي يجعل من عندنا صوت واحد أمام الإرهاب، غير موحدين في المواقف سواء كانت المواقف الداخلية أو المواقف الخارجية. عبد الخضر أنا أشكرك والله في حوارك مع السيد محافظ كركوك. أنا أشكرك بحاجة يا أخي. أنا أشكرك والله، أشكرك حقيقة لضيق الوقت الأستاذ عبد الخضر طاهر. شكرا لكم النائب في البرلمان العراقي من مدينة الناصرية، شكرا لكم لمشاركتكم معنا، والشكر أيضا موصول للسيد محافظ كركوك الأستاذ نجم الدين كريم الذي آثر الانسحاب. ونحن نقول إن إن جميع ضيوفنا محترمون مقدرون، لكننا نسأل الأسئلة التي يسألها المواطن البسيط وبانتظار أن يجيب المسؤول بجواب شافي للمواطن البسيط. وبالتالي إذا رغب السيد المحافظ أن يظهر في حلقة أخرى بالبرنامج فحياه الله، ومستعدين نروح للكركوك نلتقي في كركوك. أنا شخصيا مستعد أروح الكركوك والتقي منك. المهم أن ننقل تساؤلات الناس، لأن تساؤلات الناس هي الأهم من زيد وعمرو وغيره. المهم المواطن اللي حط مسؤولية حياته أمانة برقابنا إحنا، سواء كنا سياسيين أو إعلاميين. تحية لكم من فريق البرنامج في كل مكان من بغداد ومن القاهرة. تحية لكم من المخرج سامر الشمري ومني أنور حمداني. نلتقيكم برصد إخباري جديد. إلى اللقاء.